ما يمكنش اليوم بالضبط ننسى أنني نتكلم مع واحد الفئة من الناس من هذا المنبر، الناس اللي كيزايدوا علينا كل مرة وكل مناسبة وأحيانا بدون مناسبة، كيزيدوا علينا في قضايا البلاد والدفاع على البلاد وصورة البلاد ومصالح البلاد و زيد ما شئت من الكلمات. طبعا كنتفقوا دائما بأنه التفاصيل كنختلفوا فيها وواجب نختلفوا فيها ومزيان نختلفوا فيها، ولكن القبة ديال البلاد خط أحمر، هذيك خط أحمر. ولكن يستفزني أن ديك الحمية اللي كتشد شي وحدين على قضايا مهما كانت مهمة أنا كنعتبرها ليست في قيمتي وأهميتي قضية بحال القضية ديال الصحراء والوحدة الترابية ديال بلادي. أنا كنسأل علاش هاد الفئة دابا بالضبط لا يظهر لها أثر ديال الرسام ماشي في حنا زعما خلا واحد كتب قال لك حنا ما كندافعوش على الوطن بالمقابل. يا ودي غدافع، واخا يعطيوك المقابل انت ما غدافعش. نسول علاش ما كنشوفوا لا تصريحات ولا تدوينات ولا منشورات ولا هاشتاغات ولا دفاع ولا ترافع ولا نقير ولا طاقي الدفقير وطاقي عمر الشرقاوي يقولوا موافينكم الصحراء في خطر وبانوا الصناديق العياشة فينكم دابا. هادشي ما كيديروش دابا. انا عندي والله العظيم الا عندي لهم سؤال مباشر، انا ما كنخون ما كنشكك في وطنية شي حد، ولكن كنسأل غير الخطاب ديال كل واحد، سؤال مباشر وكتبته باش ما نغلطش فيه. نتمنى يجاوبني شي حد. لا ما شكلتوش حيت دابا نهار انا كنشكل 8 الليل شوف العشرة فما فوق عاد كنبدا نشكل. نظرية الشرقاوي سؤال مباشر ونتمنى يجاوبني شي حد، حيت هاد الناس جميع الحالات راه كيعرفوا راسهم. واش كتحشموا تدافعوا على بلادكم؟ واش ما عندكم غرض لا في الصحراء ولا وحده ترابيه ديال بلادكم؟ وسؤال على راسي انا وما غاديش نجاوب عليه، واش غادي نتيق انت يا المناضل اللي تنافح على القضايا في الشرق والغرب والشمال والجنوب وفي الكوكب والمريخ والاحتباس الحراري وانقراض الغزال في شي دولة آسيوية، ما عرفتش كاين ولا ما كاينش، ما نظنش كاين في آسيا، يكون في أفريقيا. كيفاش أنني نصدق بأنك صادق في الدفاع على القدس وعلى غزة وعلى فلسطين وعلى حل الدولتين، على لبنان، على إيران، سلفادور، الهند، السند، النيبال، ولكن كتحشم تدافع على قضية الصحراء؟ شوف إلا جبتي ليه كمل غير واحد جوج الجمل ونعطيك تختم مخيوز. وحتى دوك اللي كيقول لك كلما حدث شيء بين إسرائيل وشي دولة قدامها، بحال ديما كيقول لك قصفوا في حيفا والبكاء عند الرمضاني والجنازة عند الرمضاني. أنا بغيت هي الشيء اللي قلتو كله فيا، بغيت توريونا شويه حنة يديكم وحنة لسانكم وشويه من دراعكم وشويه من دماغكم، وهضروا لي شويه على الصحراء وعلى الجزائر اللي باغا تقسم بلادكم. خلاصه قناعتي اللي ما عنده كبده على بلادو والله لا كانت عنده على بلادات الناس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.